اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، ومتشكره جدا جدا على التفاعل الجامد الجميل. انا بجد مبسوطه ومبهوره بيكم وبشكركم جدا. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الغريبه الناعمه الجميله بتاعت المحلات بكل تكاتها وفصل او تفاصيلها. تعالوا نشوف دلوقتي. احنا هنشتغل على 3 حاجات بس: دقيق، سمنه، سكر. والسكر مطحون. دي لازم نكون الجودة بتاعته كويسة جدا، ماشي. السمنة لازم تكون متماسكة. لو مش عندك سمنة متماسكة، السمنة بتاعتك سايحة، هتحطيها في التلاجة شوية عشان تتماسك معاكي، ماشي. خلاص. دلوقتي انا معايا 4 كوبايات دقيق، 2 سمنة، 1 سكر، يبقى 4 2 1. 4 2 1 دي مقادير الغريبه. انا ولا اقول لك كيلو ولا اقول لك نص كيلو، باي 7 كوبايات عندك هتعايري بيهم 4 بنفس الكوبايه. 4 2 1 يبقى 4 دقيق، 2 سمنه، 1 سكر. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. تعالوا. انا هنزل السمنه اهي في الطبق او البوله اللي انا هشتغل فيها، ماشي. نزلت السمنه كده، بجيب الكوبايه التانيه واروح منزلاها كده. بصوا، هي خطواتها بسيطة جدا وسهلة جدا، مش فيها أي تعقيد ولا فيها أي حاجة. أهو شايفين أهو كده. نزلنا معلقتين بكوبايتين السمنة، ماشي. معايا كوباية السكر، وسكر يكون ناعم، سكر مطحون كده يا جماعة. نزلت بإيه؟ نزلت بالسمنة ونزلت بالسكر. عندك مضرب كهربائي اشتغلي بيه، عندك مضرب يدوي اشتغلي بيه. بس المضرب اليدوي عايز، بصوا، عايز صحه بمعنى اصح. يعني بمعنى اصح ان انت يبقى عندك صحه ان انت تضربيه. اهو ده انك تنعمي فيها اهي كده لغايه. انا دلوقتي طبعا شغاله معاكم بالسمنه اهي، لونها اصفر. لا، انا عايزاها تبقى بيضه، بحيث ان انت تدنك تضربي، مش تحطي سمنه بيضه وتقولي لي ما هي بيضه ليه. لا، انا عايزاها تبقى تديني اللون الابيض. لما دني اضرب فيها كده تديني اللون الابيض، تحسي ان انت عملتي كريم جانتيه، مش عملتي مش حاطه سمنه على سكر. لا، انا عايزه قوام كريم الجانتيه لما باجي اعمله، ويديني القوام بتاع ايه؟ كريم الجانتيه. اهو شايفين اهو كده بالشكل ده. شايفين يا جماعه كده؟ دنك تلف. انا بس سايباها، انا عايزه اوريكم القوام بتاعها. انا مش هفصل الفيديو عشان اوريكم. شايفين قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ها، لو مش عندك مضرب كهربائي مش ضروري، انت هتشتغلي بايديكي. شايفين المضرب اليدوي؟ شايفين اداني القوام عامل ازاي؟ شايفين يا جماعه اهو؟ شايفين القوام اهو؟ مش محتاجين ان احنا ولا مضرب كهربائي ولا حاجه، اشتغلنا بايدينا. بسم الله ما شاء الله. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ شايفين؟ بالله عليكم شايفين عامل ازاي؟ حاجه كده جميله خالص، حاجه فاخر من الاخر يا جماعه. اهو طبعا في الحاله دي اعمل ايه بقى؟ بروح نازله بالدقيق كوبايه. نزلت اول كوبايه بلفها، ماشي، واخد الكوبايه وباخد الكوبايه التانيه كده اهو. شايفين اهو؟ خلاص لفتها، بنزل بالكوبايه التانيه وهكذا، ماشي كده يا جماعه. طبعا كده يا جماعه بعد ما خلصتها كده بقى المضرب كده بلمها بايدي اهي. الم بس مجرد ايه؟ لم بسيط كده، بلمها بايديا اهي كده بالشكل دوت. خلاص. تعالوا بقى نشوف قوام العجينه بتاعنا عامل ازاي. انا معايا كده اهي، شايفين اهي؟ شايفين يا جماعه؟ شايفين قوام العجينه بتاعي عامل ازاي؟ حاجه كده تحفه. طبعا كده يا جماعه. تعالوا بقى نشوف دلوقتي بعد ما حضرنا طبعا الصواني اللي احنا هنشتغل فيها. تعالوا بقى نعمل ايه؟ نعمل الغريبه بتاعتنا اهي كده
كده. شايفين انا طبعا مش هحطها كده، انا بوريكم بس اول واحده هنعملها ازاي. فاحنا بنكورها كده وبنحطها في الصينيه اهي كده. ماشي. كل الحكايه ان احنا بصوا التشكيل بتاعها اسهل هي كلها على بعضها والله يا جماعه، والله على بعضها كلها على بعضها. بصوا سهله وجميله وبسيطه. شايفين اهي اسم على مسمى كده اهي. بشكلها كلها كده يا جماعه اهي. وبعدين طبعا نخلص الكميه كلها وهرجع لكم تاني اهي كده يا جماعه. كده طبعا يا جماعه لما خلصنا الكميه كلها بالشكل الجميل دوت، تعالوا بقى نشوف عايزين نشكل كده الغريبه بتاعتنا الجميله دي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي طبعا معايا دلوقتي لوز كده، فبحطه اهو وبنزل بيها كده. يعني انا بعملها كور زي ما انتم شايفين كده. ماشي. وبعدين معايا برضو سوداني بنشكل بيه، بس خلينا ايه يعني ناخد صاج كده عشان بالشكل دوت اهو، بالشكل ده. يبقى انا بنزل بيها من ناحيه بشكلها ومن ناحيه بضغط عليها ضغطه بسيطه كده اهي. يعني من ناحيه بحط التشكيل كده ومن ناحيه بضغط عليها حاجه بسيطه كده عشان تاخد ايه الشكل المدور الجميل اللي بيبقى في ايه في الغريبه اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا هخلص الكميه كلها وهرجع لكم تاني. تعالوا كده نشوف بقى. دلوقتي عندي لوز وعندي سوداني شكلت بيهم زي ما انتم شفتوا كده يا جماعه اهو. شايفين شكلها عامل ازاي. ويا ريت تكون ايد واحده بس اللي تقطع عشان تاخد نفس يعني الميزان اللي بنقطع بيه يبقى هو تحس ان هو الميزان واحد. ماشي. دلوقتي انا ولعت الفرن ولازم تخش على درجه حراره عاليه. يعني مش مثلا استنى اما اجي اخلص كده واقول لا ده انا نسيت اولع الفرن، لا. وانتي بتشكلي ولعي الفرن، لازم ديت تخش على درجه حراره عاليه. لو دخلت على درجه حراره بارده او لسه مولعه الفرن هتسيح منك والسمنه اللي فيها هتتنطر. يبقى احنا مش عايزين كده، لا تدخليها على درجه حراره عاليه. ماشي. اول هام ان الغريبه بتدنها على نفس اللون. مش هنقول ان هي هتستوي او هتحمر او لا، بتيجي تقلبي من تحت كده لقيتي القعر خلاص اداكي اللون الابيض اللي هو الباهت شويه ده، خلاص كده يبقى استوت. تعالوا نشوف كده مع بعض. احنا دلوقتي مولعين الفرن على درجه حراره عاليه، هندخلها في الفرن ونشوفها مع بعض. تعالوا كده بقى يا جماعه نشوف بعد ما طلعت كده من الفرن. بس يعني نصيحه، مش اول ما تطلع من الفرن تمسكيها او تطلعها من الصينيه، لا تستني عليها شويه. شايفين كده، شايفين اللون، شايفين الشكل، شايفين كده حاجه تحفه خالص. شايفين كده يا جماعه، عايزه بس اوريكم. شايفين حاجه كده، حاجه جميله جميله جميله. بسم الله ما شاء الله، تحفه يا جماعه. وشكلها وطعمها وريحتها مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. وعايزه اوريكم كمان ان اللوز بسم الله ما شاء الله والسوداني فيها كده منور وطعمها جنان جنان جنان. عايزه اوريكم بصوا عامله ازاي. عايزه تطلعيها ما تكونش القعر بتاعها محمر كده، ممكن تقللي عنها شويه، لكن هي بسم الله ما شاء الله شكلها عامل ازاي. جميله جميله جميله. دي اللي نقدر نقول عليها ناعمه يا غريبه. حاجه كده جميله خالص، ناعمه وشكلها وطعمها. لو الفيديو عجبكم مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد. ويا رب اكون بقدر اقدم لكم الجديد والمفيد. كل سنه وانتم طيبين، وانا لوحدي بقول لكم بالهنا والشفا على قلبكم. بحبكم بحبكم. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم؟ حاجه كده شايفين بالله عليكم ايه رايكم؟